فعلا فاسدة. رقم منتصف الليل هو فيلم كوري إثارة وتشويق، نزل سنة 2021، وبيتكلم عن بنت صماء بتتورط في مطاردة مرعبة مع قاتل متسلسل في نص الليل. القصة بيتكلم عن البطلة، بنت شغالة في خدمة العملاء بلغة الإشارة، يعني بتساعد ناس صم زيها. ويوم وهي راجعة بالليل من شغلها بتشوف بنت تانية بتتقتل قدامها، ومن هنا تبدأ الكارثة. القاتل وهو البطل شكله طبيعي جدا، ومش يبان انه مجرم، بس هو مختل وقاتل متسلسل. ولما يشوف ان البطلة شافت الجريمة بيقرر يطاردها علشان يتخلص منها. بس المفاجأة ان البنت دي مش سهلة خالص، وعلى قد ما هي ما بتسمعش بتستعمل كل حواسها التانية علشان تهرب منه وتحمي نفسها. التوتر في الفيلم عالي جدا، وفكرة ان البطلة صماء مخلياك تحس بالرعب اكتر، لانك زيها ما بتسمعش اي حاجة، وده بيخليك تتوتر اضعاف. اداء الممثلين جامد جدا، خاصة البنت والراجل البطل. رقم 7 المفقود، فيلم كوري من نوع غموض وتشويق ونفسي، نزل سنة 2017. القصة والفيلم بيتكلم عن عيلة بتنتقل لبيت جديد، وبتلاقي ولد اسمه جين سوك عايش مع أبوه وأمه وأخوه الكبير اللي اسمه يون سوك. في ليلة من الليالي أخوه الكبير بيتخطف قدامه، وبعدها بيرجع ب19 يوم. بس لما بيرجع بيبقى شخص غريب جدا، تصرفاته مش طبيعية، بيقول حاجات مش منطقية، وتحس إنه مش نفس الشخص. جين سوك بيبدأ يشك، ده مش أخويا وفي حاجة غلط، إيه اللي حصل في ال19 يوم دول؟ ومن هنا تبدأ رحلة البحث عن الحقيقة، واللي هتكتشف فيها إن كل حاجة كنت فاكرها. رقم 8 اكستريم